المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمسهل بالعناوين. الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية تصدر توضيحا بشأن الجمعة العظيمة وعيد الفصح. الإريتريون في الداخل والمهجر يتبرعون لصندوق مكافحة كورونا. أنشطة التنمية المروية تسجل تطورا ملموسا في بورتو ساوا. الإصابات بفيروس كورونا في الصين تبلغ أعلى ارتفاع منذ نحو 6 أسابيع. اتفاق تاريخي بين الدول المصدرة للنفط على خفض الإنتاج. مقتل 6 مع اجتياح عواصف وأعاصير جنوب الولايات المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله. أوضحت الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية أنه مواصلة للتوجيهات التي أصدرتها في 27 من مارس بسبب مرض كورونا، فإن عملية القداس والصلاة في أعياد الصلب والقيام ستكون في البيوت. وقدم القس سامييل صقاي نائب سكرتير مجلس البطاركة توصية الكنيسة لدى قراءته بيان الكنيسة أنه وضعا في الاعتبار الأوضاع الراهنة، فإن على جميع المؤمنين عدم التأسف للذبائح وتمضية الفصح بالحب والسعادة ومساعدة المحتاجين. وزعت مؤسسة المواشي والغلال الألبان مجانا لأعضاء إدارة الإقليم الأوسط وقوات الدفاع والأمن والشرطة ووزارة الصحة المنخرطين في العمل، بالإضافة إلى مراكز الحجر الصحي وبصورة محدودة في دكاكين التموين. كما وزعت الفواكه على المستشفيات ومراكز الحجر الصحي. وعلم أن هذا البرنامج سيستمر على مراحل. يقوم المواطنون في الداخل والمهجر بتبرعات لتنمية صندوق مكافحة مرض فيروس كورونا ودعم جهود الشعب والحكومة للحد من المرض. وفي هذا الإطار قدم المواطنون المقيمون في كندا 208 ألاف دولار، و19 تاجرا من مدينة عصب 285 ألف نقفة، ومواطنون آخرون في المدينة 89 ألفا و130 نقفة، و14 مواطنا من مدينة عد قيح ينشطون في التجارة 221 ألف نقفة، وجمعية حافلات السلام بإقليم عنسبة ب40 ألف نقفة. وقدمت جمعية حافلات قربة العاملة على خط كرنقلب 5000 نقفة، والخدمات الفنية العامة في إقليم عنسبة 20 ألف نقفة، ومصنع الخضر للملح 3000 نقفة، و10 مواطنين من سكان فرو 26 ألف نقفة. ومؤسسة بيج لإنتاج الألبان قدمت دعما عينيا. كما قدم برنامج التدريب لوزارة المالية 250 ألف نقفة، وجمعية الجلود 50 ألف نقفة، والنساء العائدات من إيطاليا 50 ألف نقفة، وأسرة المتوفى أرأي قش سبهاتو 50 ألف نقفة، والجمعية التعاونية للعاملين في مكتب الرئيس 50 ألف نقفة، وجمعية متاجر الخضر والفاكهة في ماركاتو 108 آلاف و500 نقفة، ويونيون أغريكالتشر 15 ألف نقفة، والجمعية التعاونية فصيلة الصحة في عنبربب 10 آلاف نقفة، والجمعية التعاونية للعائدين من شمال أمريكا 40 ألف نقفة، وإدارة مديرية تسني 160 ألف نقفة، والمرافق الخدمية السياحية في مديرية مندفرة 15 ألف نقفة. وقدمت جمعية عمال الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة 50 ألف نقفة، وجمعية ملاك عربات اللامبريتا 10 آلاف نقفة، وشركة دهلك للمساهمة مختلف أدوات البلاستيك من إنتاج المصنع بقيمة 114,610 نقفات. تجري أنشطة تصحيح انتهاك التعليمات الحكومية الصادرة في مديرية عدخالة ومايمنة وعصب. وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الإريترية عن تنفيذ معظم التعليمات مع وجود بعض الخروقات والإهمال التي يتوجب تصحيحها في كل الضواحي. وذكروا أن أغلب الخروقات تتمثل في زيادة أسعار المواد الاستهلاكية، وتتخذ الخطوات للسيطرة عليها. وقد تم في ميمنة فرض عقوبات تراوحت بين الغرامة المالية وإغلاق المتجر حسب الجرم المرتكب. ل8 تجار زادوا الأسعار، و22 تاجرا أغلقوا متاجرهم.
في غضون ذلك قام الشباب الطوعيين في عصب بتقديم المواد الاستهلاكية للأسر المحتاجة. من جهة أخرى، قدم عمال المؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية في مدينة عدو خالة 100 ألف نقفة لصندوق مكافحة مرض فيروس كورونا. تشهد مديرية فورتوساو أنشطة ملموسة تمثلت في التنمية المروية الفردية والجماعية، وظلت تحقق نتائج جيدة في ارتياح المنتجين واستقرار الأسواق. وأبعد من ذلك، وأوضح مدير المديرية السيد أبو بكر محمود إن البساتين النامية في حوالي 2500 هكتار توجد في مستوى التطور والإنتاج الجيد بفضل وفرة المياه. من جهته، قال مدير ضاحية هوميب السيد وهاج عثمان إن أصحاب البساتين ينمون الخضروات بمختلف أنواعها والطاف، ومن ثم يطرحونها للأسواق المحلية فضلا عن استفادة مواطني المنطقة من تلك الثروات. وذكر المنتجون توقف الوقود مع التعليمات الصادرة للوقاية من فيروس كورونا، مطالبين الجهات المعنية بمنح اهتمام أكبر. في غضون ذلك، تبرع سكان القطاع الأول والثاني في بلدة فورتو ب56 ألف نقفة، وجمعية فورتوساو لتنمية البساتين 50 ألف نقفة، دعما للجهود الجارية للوقاية من فيروس كورونا. تعلن وزارة الصحة بأنه يمكن لأي مواطن الحصول على الخدمات بالاتصال بمستشفى أوروتا وحليبة في حال ظهور أعراض المرض على الأرقام التالية: مستشفى أوروتا على أرقام الهواتف 12 57 50 أو 20 19 17 أو 20 29 14. أما مستشفى حليبة فعلى رقم الهاتف 18 54 00 للحصول على الخدمات إذا ظهرت أعراض مرض كورونا. نتوقف سادتي مع فاصل قصير، ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. أعلنت الصين تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا كوفيد-19 منذ نحو 6 أسابيع بسبب زيادة في عدد المصابين القادمين من الخارج، في تأكيد للتحديات التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من الوباء. وتم الإعلان عن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة عن 99 حالة قبل يوم، فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في 5 مارس. وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82,160 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات حالتين ليصل إلى 3,341. وقالت لجنة الصحة الوطنية إن 98 من الحالات الجديدة لأشخاص دخلوا الصين من بلد آخر، في زيادة قياسية جديدة وبارتفاع عن 97 حالة تم تسجيلها قبل يوم. وتراجع عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض إلى 61 من 63 قبل يوم. وأعلن إقليم هيلونغجيانغ المجاور لروسيا بشمال شرقي الصين 56 حالة إصابة جديدة، منها 49 حالة من روسيا. وقالت المدن الصينية الغريبة من الحدود مع روسيا إنها ستشدد القيود على الحدود وإجراءات العزل الصحي للقادمين من الخارج. اتفقت دول مجموعة أوبك بلاس على خفض إنتاج النفط ب10 ملايين برميل يوميا ابتداء من أول مايو، وذلك بهدف وضع حد لانهيار الأسعار بسبب النزاع بين موسكو والرياض وانخفاض الطلب العالمي الناجم عن تفشي فيروس كورونا. وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق الذي تم إبرامه بين الدول الكبرى المصدرة للنفط لخفض الإنتاج. وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب على الأهمية الكبرى لاتفاق أوبك وشركائها بشأن الخفض التاريخي لإنتاج النفط. وقال الكرملين في بيان إن الزعيمين شددا مرة أخرى خلال اتصال هاتفي على الأهمية الكبرى للاتفاق بصيغة أوبك بلاس بشأن خفض إنتاج النفط. وجاء في البيان أن الزعماء الثلاثة أيدوا الاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن مجموعة أوبك بلاس حول الحد من إنتاج النفط على مراحل وبشكل طوعي، بهدف إرسال استقرار في الأسواق العالمية وضمان
صمود الاقتصاد العالمي. لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص حتفهم بعد اجتياح عواصف قوية ولايتي ميسيسيبي ولويزيانا، متسببة في أكثر من 12 إعصار ومخلفة دمارا حسب ما قالت السلطات بالولايتين. ووقعت العاصفة في الوقت الذي أقبع فيه السكان عبر الجنوب الأمريكي مثل معظم الأمريكيين في البيوت، بموجب أوامر صارمة أصدرها حاكما ميسيسيبي ولويزيانا بسبب جائحة فيروس كورونا. وسجلت كل حالات الوفاة 6 في ميسيسيبي حسب ما قالت وكالة إدارة الحالات الطارئة بالولاية. ونشرت مدينة مونرو في لويزيانا صورا لمباني مدمرة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن مطار مونرو الإقليمي ألغى كل الرحلات حتى إشعار آخر بسبب الركام الذي غطى المدرج والأحوال الجوية. لجأت قرية في إندونيسيا إلى طريقة غريبة لمساعدة السلطات في إبقاء الناس بمنازلهم للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا، وذلك عبر الاستعانة بالأشباح. فقد أصبحت قرية كوبو الإندونيسية مؤخرا مسكونة بالأشباح، حيث يمكن رؤية كائنات مغطاة برداء أبيض بالكامل تقفز لتفاجأ المارة ثم تختفي تحت ضوء القمر. وأشباح كوبوا ليست حقيقية، فقد نشرت القرية هذه الأشباح لتقوم بدوريات في الشوارع على أمل أن تفلح الخرافات القديمة في إبقاء السكان في منازلهم بأمان بعيدا عن فيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكرت رويترز. ورغم مسعى القائمين على هذه المبادرة في ترسيخ التباعد الاجتماعي بالقرية، فقد كان لهذه الأشباح تأثير عكسي منذ أن بدأت في الظهور هذا الشهر. فبدلا من أن يبقى الناس في منازلهم، خرج بعضهم ممن لديهم الفضول لرؤية هذا الظهور النادر للبوكونغ. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.